يعني الحمد لله أهنئ نفسي وأهنئكم أنتم أنه يعني هذا التكريم كان نموذج للعمل الجماعي الكبير اللي قمنا به كلنا سوا. والآن يمكن كل الوسائط العالمية والمحلية والمجتمع كله على مستوى الدولة السودانية يتحدثوا عن هذا البرنامج تنظيما وتخطيطا وحضورا. نحن يمكن في أشياء كثيرة نكون نحن مقصرين، ما قادرين نصل للناس وما قادرين نحقق طموحاتهم، ما قادرين نحقق تطلعاتهم، لكن ده لا يعني بأي حال من الأحوال نحن نستسلم للواقع. لكن نحن هسه تجربتنا دي نمشي بها لقدام. تكريم وبرنامج وكلكم عزيتوا الأخ محمد طاهر عمر والتكريم نجح، لكن ثم ماذا بعد؟ هل نحن بعد التكريم ده كله زول في النهاية يشتت وكله زول يمشي؟ نحن دايرين نستفيد من الحاجة دي، لأنه سلاحنا الدايرين نقاتل به في المرحلة القادمة انتو. لولا انتو ما كان هذا البرنامج نجح. والله نشكر قبائلنا ومحلياتنا ونظاراتنا وعمدنا ومشايخنا، وانا ما دار لو عددت اسماء يمكن الناس اللي اشتغلت معانا يمكن ننسى اسماء كانت عندها الريادة وعندها القيادة في العمل ده. عشان كده نحن بنقول كل اخواننا الشباب اللي عملوا معانا واللي اشتغلوا معانا ووصلونا هذه المرحلة إلى بر الأمان، تكريم منظم، تكريم يعني الآن هو حديث المجتمع في الدولة السودانية وحديث المجتمع في ولاية البحر الأحمر. وعشان كده يمكن نحن دار نكتسب هذه الفرصة. أول حاجة أنا يعني قلت أعمل هذه المأدبة، قلت عشان أقول لكم شكرا. أول حاجة. الشيء الثاني نحن لازم نخطط سوا وكيف نستفيد من التجربة دي، لأنه دي المرحلة هي الأهم. ونحن عارفين أنه والله لو دايرين أنا في مناي أي زول أخاطبه الآن قضاياه، لو بقت بتاعت شغل، لو بقت بتاعت تعليم، لو بقت بتاعت، لكن كل هالمسألة دي لو أنتم ما اشتغلتوا معي ولو ما خططتوا معي ما بقدر في النهاية. لكن نحن لو قعدنا سوا ونظمنا نفسنا وعرفنا مين أولادنا الشغالين الما شغالين منه، نعرف مواقعهم، نعرف حتاتهم، نقدر كده نصل للهدف اللي نحن الدايرينه. والله نحن في هذا اليوم نشكر كل نظارنا، كل نظار شرق السودان دون تمييز، وكل قياداتنا في محلياتنا العشرة هم كانوا موجودين بينا، وكل كياناتنا وأنديتنا ومنتدياتنا، كل مجتمع ولاية البحر الأحمر نحن والله نشكره بكل إسنياته بكل قومياته، نشكره لوقفتهم ودعمهم لهذا البرنامج اللي وصلنا فيه رسالة كبيرة جدا جدا أنه شعب وجماهير شرق السودان متماسكين ومتحابين، وهم في لحمة واحدة، وهم في إطار هدف واحد. وده كله يعزز وقوفنا ودعمنا لقواتنا المسلحة. لولا الشهداء ولولا الجرحى ولولا المفقودين من القوات المسلحة ما كانت هذه الجلسة أو هذا التكريم كان ممكن. لكن بفضل أخواننا الآن يمكن الموجودين في مسارح العمليات وأخواننا الشهداء نتمنى لهم ربنا يدخلهم مع الصديقين والشهداء، المفقودين يعودوا إلينا والجرحى ربنا يشفيهم. تحية لقواتنا المسلحة. ونحن في النهاية برضو ككيانات وكمجتمع نعتقد دعمنا ووقوفنا مع قواتنا المسلحة لأنه هي صمام الأمان. لولا هي ما كان نحن لقينا الأمان والاستقرار ده الطريقة. الشيء الثاني برضو التكريم بتاع محمد طاهر نموذج، لكن والله نحن نحترم كل قياداتنا بدءا من والي الولاية، مدير هيئة المواني، والوزراء والأخت في المجلس السيادي، وكلهم نحن شاكرينهم لأنه كلهم وقفوا معانا ودعمونا. وبرضه نحن رسالة شكر لناظرنا الكبير عزيز القوم السيد محمد أحمد الأمين تريك، لأنه في النهاية يعني الأخ هو القاد هذا المحفل بحكمته وبدرايته. وبرضه نشكر أخونا الناظر علي محمود لأنه يتعامل مع البرنامج حقنا بحكمة وبدراية ووحد مجتمعنا. ودي كانت رسالة كبيرة جدا جدا. الناس لما شافت وجود الوالي ووجود الناظر تريك ووجود علي محمود وكنتيباي وحمد علي وكل نظارنا، وبرضه نحن من المحفل ده نرسل رسالة بتاعت سلام ووئام مع أهلنا البشاريين والرشايدة، لأنه في النهاية برضه تعتبر من نظاراتنا الكبيرة